السلام عليكم. النهارده عملنا شويه فطير شرقي، حاجه كده يعني تستاهل بقكم. طريقته سهله جدا وما خدش وقت معايا، وعملنا منه الحادق والحلو. تعالوا نشوف الطريقه بتاعتنا عملناها ازاي والمقادير بتاعتنا ايه. انا عندي هنا اول حاجه 2 كيلو دقيق حطيتهم في العجان، حطيت عليهم معلقه كبيره ملح، وبعدين حطيت عليهم الميه. هحط ميه على حسب يعني ايه ما تاخد معايا العجينه بتاعتي. حطيت كوبايتين ميه وهنعجن، وكل ما نحتاج هنحط ميه لحد ما توصل العجينه للقوام اللي احنا ايه يعني محتاجينه او عايزينه. وهي بيعجن العجان كده هنزل بالميه حبه حبه. طبعا العجان كالعاده بيبهدل الدنيا، بس احنا بنحاول نسيطر على الوضع يعني. كل ما يعجن معانا كده يعني ايه كل شويه هنحط بشويه الميه لحد ما نوصل للقوام بتاعنا اللي احنا محتاجينه، عشان ما نكترش الميه والعجينه تسيح مننا نضطر نحط دقيق وهكذا يعني. فانت الميه تحطيها حبه حبه بالتدريج كده يعني. كده كانت العجينه خلاص بقت حلوه قوي معانا. هلمها كده كويس اهي. هي تحسيها ان هي بتلزق، بس هي مش بتلزق يعني، هي خلاص هي كويسه جدا كده تمام قوي. هنزلها بقى على الرخامه عشان اعرف اقطعها واخد راحتي فيها، احسن من العجان يعني، احسن من الحله دي يعني، مش هعرف اقطعها كويس. هجيب صينيه معايا احط لها زيت وسمنه، حبه زيت وسمنه كده حلوين، وهبدا اعمل القرصه. يعني الكيلو الاتنين كيلو الدقيق دول عملتهم على 10 قرص، عملتهم على 10 فطيرات يعني. فقطعتهم كده ايه زي ما انتوا شايفين، واقلبهم كده في السمنه كويس والزيت كده، وهسيبهم يرتاحوا في السمنه والزيت دي لحد ما ايه اعمل الخلطه بتاعتي او الحشوه بتاعتي. ده كان سجق، حطيت له فلفل الوان وشوحته على النار، سويته الاول وحطيت مع الفلفل عشان يدبل. بس الطماطم سبتها على جنب، الطماطم قطعتها وشلت من قلبها البذر، وخليت اللحم بتاع الطماطم بس من بره، عشان ده فطير وما ينفعش يبقى فيه طماطم بالميه بتاعته، هيبوش معانا وهيتقطع وهيطلع مننا الحشو، مش هيبقى لطيف خالص يعني. هنبتدي برضو، وانا عندي كمان بسطرمه، وعندنا طماطم وفلفل مقطعينها وزيتون مخلي ومشكل جبن موتزاريلا على تشيدر على تركي او رومي. طبعا العجين بتاعنا اول ما ارتاح بص بتتفرد معاكي بكل سهوله، بكل سهوله بتتفرد معاكي. بفردها زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين بطبق من هنا طبقه وبعمل عليها الطبقه التانية كده، وانزل بقى بالحشوه بتاعتي ايا كانت ايه الحشوه اللي انت هتحطيها، لحمه سجق بسطرمه اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. والطماطم بحطها اهي، وبعدين احط الزيتون وهحط لها الجبن، وبعدين هقفلها بقى ايه من هنا كده وادوس عليها كويس من الجناب، واقفل من الناحيه التانية برضو وادوس عليها، احطها في الصاج واعمل غيرها. نفس الكلام برضو بتتفرد معانا بكل سهوله، عشان العجينه سيبناها حوالي يعني ساعه كده في السمنه والزيت اللي انتوا شفتوها في الصينيه، فعشان كده ارتاحت معايا خالص، بقت تتفرد حتى ما بقتش تتقطع معايا، بقت تتفرد بكل سهوله. نفس الكلام برضو هتني من الحرف ده كده وادوس عليها، نفس الكلام من الناحيه التانية، وبعد كده هنزل عليها ايه بالحشو. دي البسطرمه، انا حبيت اعمل معاكم يعني ايه واحده من دي وواحده من دي عشان تشوفوا بس ايه الشكل ازاي. برضو عليها الفلفل وفلفل حامي لو بتحبي يعني، والطماطم، وبعدين هنزل بالزيتون، وبعدين هحط عليها برضو ايه الجبن، واقفل كويس من الجنب ده، وديتها رشه فلفل اسود عشان البسطرمه بتحب الفلفل الاسود يعني. نفس الكلام برضو هجيب الصاج بتاعي واروح بعد كده ايه حطاه في الصاج. هنا بقى كنا عملنا كاستر. انا جبت كيسين كاستر، حطيت لهم كوبايتين لبن كوبايتين ميه ومعلقتين سكر، وقلبتهم على البارد الاول، وبعد كده حطيتهم على النار لحد ما تقلوا، وسبتهم في الطبق ده لما بردوا خالص خالص. وبعد كده هنعمل كمان اللي هو ايه الفطير الحلو يعني، اللي بالكاستر ده اللي بنشتريه من بره كده بالظبط. نفس الطريقه هي برضو، وهنحط الكاستر في النص كده
وبعد كده هقفل العجينة عليها برضو ايه الفطيرة من هنا ومن هنا بالراحة طبعا، عشان ده بيبقى طري شوية، فعايزة يعني تتعاملي معاه برقة شوية يعني، غير اللي فيه الحشو التاني. ده بعد ما طلعنا اللي هو بالسجق واللي بالبسطرمة، وده اللي بالكاستر. هنقطع بقى كده قدامكم الفطيرة تشوفيها. طبعا هي كانت سخنة جدا، بس انا حبيت اقطعها هي وسخنة برضه عشان تشوفي شكلها عامل ازاي. اهي بصوا، بصوا الحشوة عاملة ازاي فيها ورقيقة جدا، وما كانتش فيها طبقات يعني سميكة قوي، كانت خفيفة جدا. ده بعد ما برد معانا عرفت بقى امسكه في ايدي واقطعه براحتي يعني. وده اللي بالبسطرمة بالصدق، وده اللي هو بالكاستر. قطعته، وبعد ما قطعته هرش عليه سكر بودرة، وبعدين هحط له اي مكسرات عندك بقى، زبيب، جوز هند، سوداني، اي مكسرات عندك يعني متاح حطيها. وبعد كده كوبايه لبن عادي من غير سكر ولا اي حاجه، وبارده ما تكونش سخنه، وتسقيها بيها كده، تتاكدي ان اللبن دخل فيها كويس قوي. برضه هي هوريها لك، بصي طريه جدا، كان طعمه حكايه وسهل خالص، وبألف هنا عليكم.